السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا بفيديو جديد عن تركيب المسلك الهوائي من الفم والأنف. بعد فحص الوصفة الطبية وأوامر الطبيب، غسل اليدين والتعرف على المريض بوسيلتين. قم بتقديم نفسك للمريض والحفاظ على خصوصيته، ووضع المريض في وضعية مسطحة أو شبيهة بالجلوس بزاوية من 15 ل 45 درجة، ثم عقم اليدين وارتدي القفاز الطبي. أولا، يتم تخدير المريض أو قد يكون فاقد الوعي. بعد التخدير، لاحظ التنفس بشكل مستمر عن طريق حركة الصدر وصوت التنفس. ثانيا، قم بفحص الفم. ثالثا، تأكد من حجم المسلك المناسب للمريض عن طريق وضعها على جانب وجه المريض، حيث تصل من فتحة الفم لمؤخرة زاوية الفك. رابعا، ضع كيواي جل كملين على القمة. خمسة، قم بإدخال المسلك بشكل عكسي، أي القمة مواجهة لحلق الفم، ثم لفها بزاوية 180 درجة لتكون مواجهة للمجرى الهوائي، هكذا، أو باستخدام إصبعي السبابة والوسطى أو بخافض اللسان. قم بخفض اللسان ثم إدخالها بشكل مباشر، هكذا. سادسا، تأكد من مكانه بقلم الضوء وسماع صوت الهواء. لاحظ استخدام حجم أكبر ربما يؤدي إلى اختناق المريض. هكذا. سابعا، قم بوضع قناع الأكسجين لفترة وإنعاشه. لاحظ، من المفضل استخدام هذا النوع ذو القطعة الواحدة، لأن هذه قد تخلع فتسبب مشاكل. لاستخدام هذا النوع. ثامنا، قم بوضع كمية من كيواي جل على الغطاء، ثم وضع الجل على القمة بدون لمس القمة، هكذا. ثم وضع الغطاء في مكان آمن. تاسعا، إزالة القديمة ثم حقنها بشكل مباشر بدون دوران. 10، قم بتوصيلها بالأكسجين وألصقها. 11، في حالة إفاقة المريض يمكنك نزعها بسهولة. 12، ضع قناع الأكسجين وثبته بإحكام. 1، لتركيب المسلك الهوائي عبر الأنف. 1، أحضر مسلك هوائي أنفي حجمه مناسب. 2، تأكد من حجمه، هكذا، يجب أن يصل من فتحة الأنف إلى زاوية الفك من الخلف. 3، قم بوضع كمية جيدة من كيواي جل على القمة. 4، قم بحقنها في إحدى الفتحتين.
هكذا. الحقن يكون ببطء مع رفع الأنف هكذا. إذا كان دخولها صعب أدخلها من الفتحة الأخرى. أو استخدم حجم أصغر هكذا. خمسة، كن بإنعاش المريض بها لفترة بقناع الأكسجين. تخلص من النفايات بأمان واغسل يديك بالطريقة الصحيحة.